السؤال المهم للأستاذ والمحترم محمد عبد النبوي باعتبار ثاني كبار قضاة المملكة المغربية بعد جلالة الملك، هو الثاني. نكهضر مع عبد النبوي هو الرجل الثاني لأنه الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، هو اللي كيرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية نيابة على القاضي الأول بعد الله عز وجل اللي هو الملك محمد السادس. اسمعوا هذه خطيرة بزاف بزاف. الأستاذ عبد النبوي المحترم سولوا الزميل تيجيني قالوا المهداوي اش ما تابعتوش بالقانون الجنائي؟ شوفوا شنو رد عليه محمد عبد النبوي. تم ايضا الحكم على الصحفي حميد المهداوي ب3 سنين في واحد القضيه اخرى. هنا عندي واحد البيان ديال المنظمه المغربيه لحقوق الانسان، غير باش ندخل يعني الملف ديال الزميل حميد المهداوي. مثلا المنظمه المغربيه لحقوق الانسان تاسفنا علاش يتابع صحفي بموجب القانون الجنائي عوض قانون الصحافه اللي كيأثر العلاقه الصحفي بالمصادر ديالو. مثلا هنايا نفس هنا ايضا اتاسف اذا تبع صحفي، لانه احنا كنعتقدوا ان الصحفي بواسطتكم احنا الان كنتحاوروا مع الراي العام، بواسطتكم كنوصلوا للمواطن. والصحفي كنتوا كتهضروا على السلطه من السلطه، حنا كنعتقدوا ان الصحفي سلطه رابعه وسلطه خامسه وضروريه في هذا الزمن، ضروريه في هذا الزمن باش السلطات تبقى حذره ودير العمل ديالها وفق القانون. علاش موجب القانون الجنائي؟ الان هو موجب القانون الجنائي او قانون الصحافه كنطبقوا قانون الصحافه في الجرائم المنصوص عليها في قانون الصحافه، ما كنطبقوش فيها شي قانون اخر. ملي كتجي جريمه خارج قانون الصحافه، الصحفي لا قتل الروح ما كايناش في قانون الصحافه. انا قتلت المغاربه، دابا انا قتلت، دابا انا الافعال اللي عندي، الافعال اللي عندي شنو كلها كترتبط برايي، اراء بناء على وثائق على معطيات. في هذه القضيه كاع اللي سمعتي فيها الفرقه كلها وهبي كنجيب له، مره وثيقه، مره كنجيب له تصريح، مره كنجيب له. اذا عا رايي، ما عندي جنوي، ما عندي جباد، ما عندي سيف، ما قمشتوش، ما ضربتوش بنص، ما خشيتش يدي في جيبو سرقت له شي حاجه، ما زورتش عليه، ما كاينش شي افعال. جميع داك الشيء اللي درتو كيدخل في اطار التعريف. اول حاجه خصنا نعرفوا ما هي الصحافه. هي نقل يعني الاخبار والتعليق عليها وجمع المعلومات. داك الشيء كامل فيه فمي بابا 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 بابا، يعني كنهضر في الخدمه رانا داخل فعل الصحفي ضمن النشر. علاش ديتي القانون الجنائي؟ ما عندي سرقه، ما كريسيش، ما شعلتش العافيه، ما اغتصبتش. كيقول الماده 118 لما خانتنيش الذاكره، الفعل اللي كيتقبل جوج الاوصاف يوصف باشدها. وعلاش غدير القذف والنشر وكذا؟ علاش قول لي دابا السي عبد النبوي المحترم، ياك ما قلتش لا قتل لا سرق، ما كايناش في قانون الصحافه. الى الدابز ما كايناش في قانون الصحافه. لا دابزنا دابا. اذا الان السي المهداوي الله يفرج عليه توبع من اجل التبليغ عن جريمه، عدم التبليغ عن جريمه. وهذه الجريمه هذه العمليه ما كايناش في قانون الصحافه. هذه الجريمه ما كايناش في قانون الصحافه. هو العمليه ماشي ما كاينش في قانون الصحافه. السؤال هذاك الهضره اللي قال المهداوي في وهبي، الهضره هذاك واش كتدخل في اطار الفعل ديال الصحافه ولا لا؟ اذا هو جمع المعلومات والتعليق عليها. انا جمعت معلومات وعلقت عليها، رانا داخل الفعل الصحافي. اذا ماشي لا قلبنا واحد الكتاب ما لقيناش غنشوف واش نلقاو في شي بلاصه اخرى. اللي اساسي ما قمت به، ما صدر عني، هل يدخل في اطار التعريف ديال الصحافي جمع المعلومات والتعليق عليها؟ ثم هذه الوقائع عاود جبدوا لي هذه الوقائع. وباقي كنقول واحد الفكره، انا اريد وقائع وجيني بواقعه، ماشي قوت العرة ما تحت هنا. لا شنو هي الواقع؟ عطيني الفعل الجرمي ها، والعيب والعار عليك، العيب والعار عليكم. مع كامل الاسف كنبغيوش نناقشوا هذا الشيء، ولكن واخا نمشي دابا لهاد القوانين الخطيره. سمعوا المغاربه ما نطولش بزاف. 264 واحد شرطه تجري مسطره بحث في حق الاشخاص المشار اليهم في المواد 265 باش نلخص لكم باش ما نطولش عليكم. لاول مره في تاريخ المملكه المغربيه تصور على ان القاضي كيفاش كانت كتجري معه لا دار شي لا تورط في شي جنحه ولا جنايه. القاضي الوكيل العام
كيراسل الرئيس الاول ديال المحكمه مثلا ديال الاستئناف، ذاك رئيس المحكمه الاستئنافي الا بين له القاضي بصح داير ديك الجنحه والجنيه كيحيلوا على واحد القاضي التحقيق عنده الايداع، ما كيدوش في الحراسه النظريه، ما كاينش البحث التمهيدي مع القاضي حيت عندهم الامتياز قضائي. لاول مره النيابه العامه غيولي التفتيش لبيت القاضي وغيولي الحراسه النظريه عند القاضي لاول مره في تاريخ التشريع المغربي، وهذا تشريع مصادم لروح الدستور المغربي. الفصل 117 من الدستور المغربي يقول: يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحريتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون. شكون هو القاضي اللي كيتولى حقوق الأفراد؟ هو القاضي الجالس، قاضي الموضوع، ماشي القاضي الواقف. القاضي هو اللي يتولى حماية حقوق الأشخاص والجماعات. هنا القاضي مفهومه اللي كيصدر الحكم. حتى القاضي الواقف طبعا راه كتكون جريمه ولا كذا كيتدخل، ولكن من هو طرف في الخصومه. دابا تصور ذاك الطرف اللي في الخصومه يولي هو كيبحث الدار ديال القاضي التفتيش عن طريق الشرطه. تصور يعطي امر القاضي الجالس خصو يكون فوقنا كاملين، فوق النيابه العامه، وخصو يكون فوق المتهم وفوق كاتب الضبط فوق. دابا لا، يمكن القاضي دابا النيابه العامه عن طريق هي الماده باش نقراها عليكم بالحرف باش تعرفوا شنو هي الخطوره. لا يمكن إلقاء القبض على الأشخاص المشاركين في الفترة السابقة وأخذ من التدبير الحراسة النظرية أو المراقبة القضائية أو اتخاذ إجراءات التي حريتهم أو تدبير الحراسة النظرية أو المراقبة القضائية أو اتخاذ أي إجراء يقيد إلا بموافقة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد بناء على طلب يرفعه إليه الوكيل العام لدى محكمة السيف المختص كما اقتضى البحث والجهة. إذا واحد الطلب كيديروا النيابة العامة ديال المحكمة الاستئناف ووكيل العام اللي هو رئيس النيابة، إذا النيابة العامة كتولي تقدر تعتقل القاضي الواقف اللي كيتولى حماية حقوق الأفراد والجماعات والتفتيش ديالهم وتفتيش البيوت. تصور القاضي المغربي حقوقه غتولي أقل حتى من المواطن الأمريكي. صادمة هذيك في أمريكان لا يحق النيابة العامة تمشي تفتش عن طريق الشرطة البيت ديال شي واحد، ما تقدرش حيت هي طرف. كيتم تفتيش البيوت ديال المواطن الامريكي بمذكره من القضاء الجالس، عاد سير خص مذكره تخرج. دابا يمكن لك تفتش البيت ديال بناء على النيابه العامه ديال القاضي. اذا القاضي ولات عنده حقوق في المغرب اقل من المواطن الامريكي. غنمشي لواحد الماده اخرى في التجنيح، هذه عاوتاني خطوره. واحد الماده اعتقد 49 خلافه القواعد المنظمه الاختصاص النوعي. يمكن كتعرفوا المغاربه الاختصاص النوعي هذا من النظام العام، وخا اتفق انتم الاطراف على جنحه ولا جنايه القاضي ما يمكن يثيرها القاضي بشكل تلقائي بلا ما تكون الاختصاص النوعي، وعنده حساسيه كثار من الاختصاص المكاني. الاختصاص النوعي والجنحه والجنايه قال لك خلافا للقواعد المنظمه الاختصاص النوعي يمكن للوكيل العام المالك كلما تعلق الامر بجنايه وكان الضرر الناجم عنها محدودا أو كانت قيمة الحق المعتدى عليه بسيطا أن يحيل القضية إلى وكيل الملك المختص لإجراء المتابعة بشأنها بوصفها جنحة إذا كان القانون يسمح بوصفها ذلك، وتتقيد المحكمة ويلي هذه خطيرة، وتتقيد المحكمة التي تحال عليها القضية بمناقشتها وفق الوصف المحدد في المتابعة. واحد السيد دار جناية، هي جناية ولكن النيابة العامة تقدر تحولها لجنحة واخا هي قدام جناية. علاش فوكاش قال لك إلا كان مثلا الضرر بسيط هي جناية، واحد خينا استعمل موس ولا استعمل لي ولكن الضربه خفيفه. عطيتكم مع مثال هي جنايه ولكن الضرر خفيف، او كانت ذا قيمه المعتدى، او لا مثلا شي حاجه فيها قريساه فواحد 500 درهم، قريساه بالليل وبجنويه جنايه ب 500 درهم، ضرر بسيط دالوعه 5 دراهم. عطيتكم مع امثله. في هذه الحاله النيابه العامه تقدر تحولها للجنحه، والمحكمه ملي تحال عليها خاصها تقيد بذاك الوصف واخا تكون راسها امام الجنايه. شنو هي هنا شنو هو الخطوره في هذا الشيء؟ دابا الخطوره الاولى هنا ايوا الافلات من العقاب. علاش؟ نعطيكم مثال. دابا الجنايه علاش كتقاد من 15 عام، الجنحه 4 سنين، المخالفه عام. دابا تصور واحد السيد دوزت 5 سنين هذه الجنايه وتقاد مات، وحالها السيد جنحه على وكيل الملك القعدوا التقادم، هو فلت من العقاب بجنايه. النقطة الثانية ملي كتعرفوا أن المطالب بالحق المدني كيدير واحد الدعوة كتسمى الدعوة تابعة في المحكمة الزجرية. إلا سقطت له التقادم إذا مشى هذاك السيد صاحب الحق المدني ضاع في حقه، خاصو يمشي يدير الدعوة المدنية الأصلية، ولكن ديك التابعة اللي عندها شروط وامتيازات غيتحرم منها. نقطة أخرى مثيرة في هذا التعديل، واحد خينا في سيدي قاسم دار جنحة بهذه الوقائع ولكن النيابة العامة بانت لها جنحة، نفس الفعل
داروا واحد في اكادير، تقدر النيابه العامه تما ديرها جنايه. ها حنا قصنا مبدا المساواه امام القانون. واخا غنمشي لواحد النقطه اخرى. دابا انا بزاف هذه غير قراءه سياحيه كنقول. اذا كان الفعل منسوبا الى قاضي، واخا دوزناها، نمشي للحراسه النظريه. هذه كذلك من الحوايج اللي جاتني مثيره. الماده 1 شرطه 66. سمعوا المغاربه هذه: الحراسه النظريه تدبير استثنائي لا يلجا اليه الا اذا تبين انه ضروري لاحد الاسباب التاليه. اذا دابا النيابه العامه شنو قلنا في هذه المواد؟ اللي النيابه العامه تتجنح شو على السلطه عندها، والمحكمه اللي تيتولى الفوق كتقيد بذاك الوصف. الحاله الاخرى ان النيابه العامه عن طريق يعني تفتش وتتابع، والحراسه النظريه القاضي الجالس اللي كان شحال هذه ما يمكن يطيح الا عن طريق الايداع في قضيه التحقيق بناء على الملتمس ديال الرئيس الاول المحكمه الاستئناف. صوره اخرى من الصور اللي كتبان النيابه العامه في غدا دابا في المستقبل. اسمعوا هذه: الحراسه النظريه تدبير استثنائي لا يلجا اليه الا اذا تبين انه ضروري لاحد الاسباب التاليه: الحفاظ على الادله والحيلوله دون تغيير معالم الجريمه. عافاكم المغاربه، شي كنقول لكم خطير. شوف العباره اللي استعملوا هنايا الرميد، عفوا السي وهبي والمشرعين اللي معاه. قال لك الحراسه النظريه تدبير استثنائي. تدبير استثنائي. القاعده هو ما كاينش حراسه نظريه، القاعده ما كاينش حراسه نظريه، ولكن هي تدبير استثناء نقدر. وشوف شحال يعطيك ديال الصور وديال الحالات. واحد قال لك الحفاظ على الادله والحيلوله دون تغيير معالم الجريمه. كنشدوا واحد خينا باش نحافظوا على الادله والحيلوله دون تغيير معالم الجريمه. بغي لا رخيناه غيمشي يبدل لينا يرولنا مزيان. الحاله الثانيه: القيام بالابحاث والتحريات التي تستلزم حضور او مشاركه المشتبه. باش نديروا الابحاث خاصنا ضروري نشدوك في الحراسه باش نديروا خدمتنا في نبحثوا ونتحراو ونستلزموا حضور. الحاله الثالثه: وضع المشتبه فيه رهن اشاره العداله والحيل دون فراره، خايف انك تهرب خاصك تبقى حدانا. الحاله هذه دابا تدبير استثنائي. شحال الحالات؟ الحاله الرابعه: الحيلوله دون ممارسه اي ضغط على الشهود او الضحايا او اسرهم. ما عرفيوكش، خفناك تمشي عند الشهود وتضغط عليهم ودير لهم اسره. الحاله الخامسه: منع المشتبه فيه من التواطؤ مع الاشخاص المساهمين او المشاركين في الجريمه. الا رخيناك عرفتي تتواطئ مع دوك المشاركين والمساهمين. الحاله السادسه: ما عرفيوكش عتبات. علاش؟ باش نحميوك، حمايه ليك، حمايه ليه كاع. الحاله السابعه: لا هذه نقدر نقبلها، مثلا يقدر يكون هو قتل في حادثه سير ويقدر يتشد مثلا، هذه ما ناويش يقتل ولا كذا ولا شي حاجه، بعد المرات يقدر يكون شي واحد. الحاله السابعه: وضع الحد للاضطراب الذي احدثه الفعل بسبب خطورته او ظروف ارتكابه او الوسيله التي استعمل فيها ارتكابه. تسهر النيابه العامه على تحقيق الاسباب. دابا نقول لكم المغاربه شنو قال لك في الاول المشرع؟ قال لك الحراسه النظريه تدبير استثنائي، والتدبير الاستثنائي ودرتي له 7 ديال الصور. ما طحتي في هذه والله لا خرجتي. اي واحد مشى، انا اختار اي واحد نشدك انا بهذه، وغتبقى دابا النيابه العامه ولا البوليس يشدك ما عندك ما تقول، حطيتك في الحراسه النظريه. انا نقول لك جيتي نسولك على شي شيك، نقول لك انا غنشدك الحيلوله دون تغيير معالم داك الشيك، واخا غنشدك دابا على شي حال القيام بابحاث تحريات تستلزم خصنا صور. نقول لك بغيت نسمع لك شي شويه، وغنقول لك انا واستنادا على الماده وكذا، وحيث القيام بابحاث تحريات تستلزم تستلزم حضورك، حيدها لي فمي، وضع المشتبه فيه الحيلوله، وتصور لك تدبير استثنائي وداروا 7. شكون يبقى يخرج من الحبس من الحراسه النظريه؟ هذه قراءة سياحية ومازال غادي نرجعوا لهذا الشيء بقوة بإذن الله عز وجل. كنشكركم وكنشكر كل من كيتضامن معنا، كل من كيتضامن معنا من داخل المغرب وخارج المغرب، الصحفيين الحقوقيين. شكرا للنقباء النقباء اللي عيطوا لنا، ما بغيتش نجبد اسماء بزاف لانه وقف. شكرا للساده المحامون، شكرا للزملاء الصحفيين، شكرا للنقيب ديال الصحفيين كذلك اللي دار واحد التصريح السي خشيشن. شكرا للاتصال الهاتفي ديال نقيبنا السابق كذلك السي عبد الله البقالي. شكرا للاستاذ عبد الاله بن كيران. شكرا للاتصال. شكرا لعدد من الاخوات والاخوان، المواطنات المواطنين والزملاء الصحفيين اللي بزاف، سمحوا لي مغيش باش ما نوقعش، بزاف الصحفيين تم الاتصال بيا واتصلوا بيا عدد من الناس المحترمين في هذه البلاد السعيده. الناس لا زالت البلاد في خير. أقول لكم أنا كنشك عقلقت شي ناس وصافي مؤخرا، شي ميل في حركتو تقلقوا شي ناس وتسناو داك الشيء ديال خروج الصحفيين، وشي واحد دار ولا وتل هذيك. أنا هذا الشيء أحسه، نتمنى نكون غلط. كنعتقد بأنه كانت متابعة خطأ في زمن الخطأ، لا يعقل منطقا وعقلا، منطقا وعقلا.
تكون اراده رئيس الدوله هو طي صفحه الملف ديال الصحفيين بغض النظر دايرين ما دايرينش مباشره. نقسم لكم بالله اللي خلق الكون، غنقول واحد الكلمه ما بغيتش نقولها البارح ولكن من جمله التحاليل اللي واكبت العفو على الصحفيين كنت كنقرا شي تحاليل، وانا كنت كنتصدى لهاد التحاليل. شي واحد تيقول لي وكاين بعض المسؤولين في البلاد ما ساقوش اخبار العفو الملكي وفاجئهم الملك وضرب عليهم وانها كانت موجهه لهم، وكاين صراع ما بين بعض المؤسسات الامنيه مع المؤسسه الملكيه وتجلى في العفو. والله شاهد عليا في مكالمات مع عاد كنت كنقول لهم يا عباد الله خلينا من هذا نظر نظام باش كيحكم بالجيش، تحكم بالدرك الملكي، تحكم بالبوليس، تحكم بالوقايه المدنيه، تحكم بالحبس، تحكم بكادات، والنظام ما يتخلاش على شي رجل من رجليه. اش هاد الهضره هادي؟ الله يجازيكم بخير. يعني تحليل ما كنتش كنقبلو وكنت ضده وكنتصدى له. وبالنسبه لي هذا العفو اكيد اشر عليه كل شيء. طبعا كلمه الفصل لجلاله الملك كلمه تقول لي شي جهاز من الاجهزه كان ضد العفو على الصحفي، ما يمكنش. راه عرفتي شنو هو؟ راه كنحكم بيك باش كيحكم الملك، تيحكم بالاجهزه والمؤسسات وبالعسكر. ولا كان شي واحد ما اتفقش معاه راه يجري عليه الملك يخليه حداه. حتى حنا ما بغيتش هاد، ولكن ملي شفت هاد المتابعه دابا وليت كنشك. تنقول لك ما عندهم واخا انا كان والله ما عندهم الصح تخربيق هذيك باش نكون معكم منطقي، غير كنقول ربما كان واحد النوع من سوء تقدير. ما يمكنش اراده ديال دوله والعالم فرح والمغرب توصفها وحنا ما عندنا خصم حدانا اقليمي. واش كتعرفوا الكلفه ديال متابعه الصحافي بقانون الجنائي؟ وانا كنعيط للوزير كنقول له سيد الوزير معك المهداوي صحافي وعندي بطاقه، وفي الاخر تبقى تقلب على كذا شي نقولوا كاع كاين شي عيب شكلي. واش الجزاء ديالو جنائي ولا اداري؟ في العيوب الشكليه كاع قلت كاع شي كلمه ولا مثلا ما نعرفش. كتكون النيه ديال بغيت النيه خص تكون النيه ماشي في وقفونا حنا في القانون الجنائي. انا ما عنديش حق في قانون الصحافه. مشيتي للحسيمه قانون جنائي، الصياح ما الصياح، هبطتي العكاشه القانون الجنائي، هضرتي على محمد عبد هذاك سميتو بوش قانون وعلى القانون الجنائي. بحال كيقول لك ديك الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي وكل شيء كيتعتقل. في المغرب كاين واحد تيقول الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي راه هو القاعده. دابا عاوتاني كيقول في المغرب واش الصحافي غنتابع واعطيوني لا ما كاينش متابعه سياسيه، واعطيني شي متابعه سياسيه اعترفت بها الدوله في تاريخ المغرب. ايوا تابعونا بقانون الصحافه والنشر بحالنا بحال الناس زعما عطيو واحد الاشاره. ايوا ماشي مشكل فوق مجال. نتمنى حنا ما كنبغيو نصادموا حتى شي واحد وما كنزايدو حتى على واحد وكنسلموا للخاوي باش كنجاو من العامر. ونقول لكم واحد الكلمه والله ما كنحمل لغه التحدي انا بربي حنا كنامن انا في مواجهه الدوله واش انا نقد على الدوله ولا حتى بلا يبقى يخربقني في راسي. راه ماشي كنواجه الدوله، غير كنقول لكم واخا موقعي ضعيف وصغير راه غادي نوقف بشموخ وبكبرياء وغنتحاكم به. والله الذي لا رب سواه تغنجسد الصحفي المغربي الاصيل والله ما نحارف والله ما نطرف. هذه عايد ولا كاين شي واحد كيراهن على التطرف. المهداوي الله الوطن الملك رضات الوالدين ندخل ونخرج ولا نطيح ولا اللي بغى يوقع هكا عنق الله الوطن الملك رضات الوالدين. ديروا اللي عجبكم وكنشكركم اخوتي المغاربه والى اللقاء.